السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أحمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض المحشي في الفرن. طريقته سهلة وسريع وطعمه لذيذ جدا. لأول مرة تشوفونا سبسكرايب للقناة ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا مع بعض على الطريقة. طبعا احنا عملنا المحشي قبل كده. احنا هنجيب الطماطم طبعا معمولة، ودي الخضرة بتاعتي على الكزبرة خضرة، تمام. والرز بتاعي هنجيب نحط عليه الصلصة، تمام. الصلصة طبعا البصلة عليها الطماطم المسبكة، يدوب خدت غلوة، وبعدين حطينا على فلفل وملح وتوابلنا كلها اللي انت عايزاها حسب رغبتك، وحطينا الخضرة، تمام. خضرة على شبت، حابة تحطي بقدونس مفيش مشكلة، تمام كده. وهتكوني مقورة طبعا كوسة، فلفل لو حبة، طماطم، زي ما انت عايزة المحشي اللي انت عايزاه، بتنجان. احنا هنعمل النهارده كوسة وفلفل وطماطم. خلاص. قلبنا الحشوة زي ما انتم شايفين كده فوق بعضها، الرز على الطماطم على الخضرة، وهنجيب الكوسة زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهنحشيه مع بعض بالشكل ده. الكوسة ما نكونش مقورينها جامد، نكونوا مخلين فيها لحم من جوه، لان الكوسة مفيدة جدا ومغذية. والحشوة ما بنكبسهاش قوي، يعني ايه، بنكون الحشوة خفيفة، تمام. وبنكون سايبين فيها مكان علشان خاطر تستوي الرز كده، ياخد راحته ويبقى مفلفل وحلو بالشكل ده. خلاص. يبقى بنخلي الكوسة الحشو التقوير بتاعها يكون يعني واخدة منها طبقة رقيقة خالص، والباقي تخلي لحمها زي ما هو، لان الكوسة مفيدة جدا ومغذية، بعكس البدنجان ان انا بشيل منه القلب كله بريقه خالص. خلاص. لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها، تمام بالشكل ده، لحد ما اخلص الكميه كلها. وطبعا انا عندي شوربه عامله عليها بط او لحمه او زي ما انت عايزه. قلنا ما عندكيش شوربه، هناخد معلقتين من التسبيكه على كوبايتين ميه، وهتبقى هي دي الشوربه بتاعتنا. خلاص. مع حته سمنه بلدي، حطيت عليها معلقتين قشطه. القشطه طبعا بتخلي طعم الكوسه في الفرن تحفه. زي ما انتم شايفين طالعه حمراء ومستويه ورز مفلفل وجميله جدا، ما خدتش اي حاجه، وسهل جدا جدا وسريع. وبألف هنا وبألف شفا. إن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.